شنو هو الخلود؟ انطلق جلجامش للحياة البرية بعد موت انكيدو وتخلى عن ثيابه الفاخرة، وارتدى جلود الحيوان وبدأ يبحث عن الخلود. الإنسان الوحيد اللي عنده الخلود بحسب الملحمة اسمه أوتنابشتو، وكان على جلجامش عبور بحر الأموات حتى يوصل، وعبر ووصل. وقام أوتنابشتو بسرد قصة الطوفان العظيم اللي صار بأمر من الآلهة اللي نجا منها هو ومرته، فقررت الآلهة تعطيهم الخلود. إصرار جلجامش بالحصول على سر الخلود دفع أوتنابشتو باختباره على أن يظل قاعد 6 أيام و7 ليالي. جلجامش قبل بالاختبار ولكن فشل، وظل جلجامش يلح على السر، فأشفقت عليه زوجة أوتنابشتو ودلته على عشب سحري يقدر يرجع الشباب. بس هل يا ترى يا صديقي العشب هو الخلود؟ جلجامش لقاها بأعماق البحر بأرض الخلود، وقرر جلجامش ياخذ العشب وياه الأوروك ويجرب على رجل طاعن بالسن قبل لا يستخدمه، ولكن بطريق العودة أحد الأفاعي سرقت العشب. هنا صديقي راح يسأل هي هالقصة حقيقية؟ هسه أقول لك. رجع جلجامش الأوروك خالي اليدين وحزين. جلجامش شاف السور العظيم اللي شيده وهو بطريق الأوروك، وجه سؤال على باله: متى يموت الإنسان؟ لمن يخترق السيف قلبه؟ لا. لمن يموت بسبب المرض؟ أكيد لا. يموت الإنسان لمن ينسى الناس. تأمل السور العملاق وأيقن أنه هو أفضل طريقة للخلود. وبالنهاية تتحدث الملحمة عن موت جلجامش. هاي كانت قصة الملحمة. هل هي مجرد قطعة أدبية أثارت اهتمام الأدباء والباحثين؟ لو هي حقيقة وتسرد وقائع حقيقية. حقيقة وجود ملك اسمه جلجامش مختلف عليها، إلى أن لقوا لوح قديم عمره 4000 سنة بأسماء الملوك اللي عاشوا بالعصور العراقية القديمة. على هذا اللوح بالذات وبالقسم السلالة اللي حكمت أوروك تم ذكر ملك يسمى جلجامش، وهو الملك الخامس للمدينة، وماكو هواي تفاصيل عن الملك وعن المدينة لحد تاريخ الحلقة بسبب قلة النصوص التاريخية.